في يوم من الايام كان في شخص عظيم اسمه الزوز، وطبعا عشان هو عظيم كان قاعد بيذاكر وكل اجتهاد عشان يجيب مجموع كبير في الثانويه، لكن فجاه من غير اي مقدمات الكهرباء قطعت وهو في نص مذاكرته. العمليه كده راحت مننا. الزوز حس بالغدر، يلا بينا. حس ان في مؤامره مدبره، كان غامض ومخططات سريه معموله عشان يبعدوه عن المذاكره وما يخلوش يجيب المجموع اللي بيحلم بيه. والمصيبه ان نفس الكلام ده هو اللي بيقلل له المشاهدات كمان. الزوز وقتها صرخ باعلى صوته: لا مش هسكت. ومن هنا قرر الزوز انه يبدا رحله البحث عن الحقيقه، تحدى جبال وعبر انهار وعدى بحار، لكن للاسف كل محاولاته كانت على الفاضي، لان اللي كان بيواجههم كانوا اذكى منه بكتير، ولاد اللعيبه. وفي عز ما الزوز كان على وشك يفقد الامل ظهر له المنقذ، كاشف الاسرار وفاضح الخبايا، الدكتور محمود صلاح. بس قبل ما اكمل لازم اقول لكم مين الدكتور محمود صلاح ده اصلا. ده شخص فضح الماسونيه، تيجي له يمين يجي لها شمال، تيجي له شمال يجي لها يمين. باختصار ده الرجل العناب الحقيقي، وغير كده عنده عقده من اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. هذا الكائن المفروض ان هو من ضمن التكنولوجيا المستقبليه، وان هذا الكائن قادم الى الارض من المستقبل. كانوا ثلاثة جيار. لا ده نوع مختلف شبهه شويه. لو قابلته وقلت له مين اكتر شخص شاكك فيه في الكره الارضيه ديت هيقول لك من غير ما يفكر ايلون ماسك. ماسك هو دجال العصر الحديث. فاكر اول ما شات جي بي تي طلع الناس بقى كانوا بيستخدموه عشان ترند، واللي كان بيستخدمه عشان يقول له اتحكم فيهم 24 ساعه. عندي واحد صاحبي اول ما شات جي بي تي طلع كان بيتعامل معاه بالطريقه دي: قول لي انا رقم كام انت رقم 10. وانا ميسي. الا الدكتور محمود صلاح بحث ودور وطلع فوق وتحت عشان يطلع لنا بالتصريح ده. في بعض المراحل بيتواصل مع الناس بشكل غير طبيعي لوحده من غير ما الناس تفتحه. والراجل ده انا واخده قدوه من ناحيه ان الكلام الغريب اللي بيقوله بيكر ورا بعضه، لدرجه ان اذكى واحد في اليوتيوبر اللي بيعملوا محتوى رياكت عمر كاتو هنج ما عرفش يترجم اللي هو بيقوله. بالراحه بس بالراحه، منقسمه على نفسها، بفكر في الجمله وانت قلت جملتين بعدها تانيين اصعب. يعني ده لو كلام ما بيبقاش محضره وبيقوله من دماغه في القعده ديت يبقى احا، بس كل ده يا باشا كلام قديم. الدكتور محمود صلاح عمل زي الجيار، جاب فتره بعدين رجع مره واحده، وغالبا ده بسبب الماسونيه. لقوه ماشي لوحده في الشارع، خطفوه وقعوا له الريتش حبه، بس على مين؟ الدكتور رجع تاني وهو من الاول. وفي كام نقطة مستغربها في الدكتور محمود صلاح، تعالى معايا كده نشوف نقطة نقطة ونفسرها سوا. أول حاجة، ليه الراجل ده؟ يعني بجد اشمعنى هو؟ مفيش مرة شفت محمود صلاح إلا ومعاه المذيع ده، والدكتور منفض له خالص، اللي هو أنت ما عندكش رأي، أنت جايبني هنا عشان تسمعني وأنا بتكلم وبعدين أمشي. لو المذيع كسبه في نقاش هيقول له مين قال لي؟ ولو الدكتور زهقان من حياته عشان عايز ينجز يروح يلعب له ماتشين فيفا أو يرازي في الماسونية يقوم قايل له كده. يعني في لقاء الدكتور محمود قال له ان ايلون ماسك مش بشر، وبيل جيتس مش بشر، وترامب برضه مش بشر، وبايدن مش بشر، هو جد بقى. يا رب احنا نطلع بشر. وتفسير المنطقي الوحيد ان هو محطوط قدامه 24 ساعه غالبا هو من الماسونيه، والدكتور محمود عكشه وحطه قدامه كعقاب ليه، او هو شخص مفلس معهوش جنيه يجيب طبق كشري فهو مضطر يقعد القعده دي. او اخر تفسير ليا وده الوحيد المنطقي ان هو عمل حاجه كبيره زمان فبقى ندمان عليها دلوقتي وقرر يعذب نفسه بطريقه جلد الذات. تاني حاجه مخليني مستغرب من الدكتور محمود وهي البصه دي او الضحكه دي، بس زي ما قلت لك دي بتاكد التفسير الاول ان هو خاطف المذيع وبيقعد يبتسم له ويبص له بالطريقه ديت عشان ايه؟ يعذبه كده. وتالت حاجه هي كلام غريب جدا. لو قرر في يوم انه يفتح محتوى انيميشن على اليوتيوب ويحكي الروايات بتاعته هيكسب اكتر ما بيكسب في البرنامج بتاع القاهره واليوم. انا وانا قاعد في اوضتي كنت بالف روايه ومعايا كوبايه الشاي بتاعتي، فجاه طلع لي كائن بشعر من جوف الارض وكان ايه؟ عاول بقه، تقريبا هو قصده زياد زازا، فقمت مطلع اداه كده اخترعتها ودي الاداه الوحيده اللي تقدر تصد الكائنات ديت. قمت مهوش له التهويشه بتاعتي وقال له ولا يا معلم عليكم في واحد، ده انا حاطه قدامي في الاستوديو. قام ايه بقى؟ الكائن خاف ورجع جوف الارض تاني. ولم لي بقى يا باشا اللايكات والشير و1000 مشترك. ها 1000 مشترك هتشترك بقى اخد، انا كاتبها في الوصف افهم بقى. بيقول لك مره الدكتور محمود صلاح كان واقف قدام واحد عمال يرياكت عليه وكده، قال له انت عبيط يالا، ده انا جايبها من تحت، من تحت من الارض الاول. بس انا عايز افهم حاجه واحده، ايه تفسيرك ان النت بيخلص قبل ميعاده كل مره؟ مش انا اللي قلت كده طبعا، لا ده شبيه الدكتور محمود صلاح، هو الدكتور احمد رمزي. الارض مسلطه، في كائنات ما ينفعش اصرح عنهم بيستخدموا معانا النت عشان كده بيخلص بسرعه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، واسف لو الفيديو مدته قصيره. لما نخلص ثالثه ثانوي ان شاء الله نبقى ننزل بفيديوهات مدتها 8 و10 دقايق. ولو انت لسه مكمل لحد هنا فده معناه يا اما مزقوق عليا من الماسونيه او انت من الناس الفشيخه اللي بتحب فيديوهاتي. ولو عايز تاخد ختم انضمامك لعيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه، عندك زرار الاشتراك اهوت، اوعى تروح في حته غير لما تضغط عليه. وده برده فيديو من فيديوهات الفشيخه، اوعى تروح في حته غير لما تتفرج عليه. وبشغل مروحه بالليل قبل ما تنام عشان الماسونيه بيبعتوا كائن بيركب الناس اللي ما بيشغلوش المروحه يقعدوا يمصمصوا فيك اسمه الناموس. سلام. Nilaya dang malagir bago, tawot ako din ang pinagtago,
Ni voy a escalo.